السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة ومامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها وتشجعوني إن أنا أعمل لكم حاجات أكتر. تمام. النهاردة هعمل لكم ريفيو أو مقارنة عن مالفيكس القديم ومالفيكس الجديد اللي هو مالفيك بانتس، وهقول لكم كل المميزات والعيوب اللي أنا قابلتها والسعر وكل حاجة خاصة بيها وإزاي تختاري الدايبر المناسب لابنك، طبعا على حسب وزنه وكل التفاصيل الخاصة بالجزئية دي. ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية أنا قبل ما استخدم مولفيكس وقبل ما يعني أثبت على المنتج ده، هو عموما هو المنتج ده مصري. لو احنا بنتكلم في المقاطعة اللي احنا عاملينها، هو منتج مولفيكس ده مصري تمام، مفيهوش أي مشكلة. بس أنا قبل ما أثبت على المنتج ده أنا جربت كذا نوع تاني. في الأول لما استخدمت مولفيكس كان بيسرب معايا، بيسرب مع ابني يعني عموما، بس كان واضح إن أنا مختارة المقاس الغلط، ما كنتش مختارة مقاس صح، فعشان كده هو كان بيسرب. بعد كده لما ظبطت المقاس بصراحة لقيت لا الدنيا كويسة معايا، وان انا حابة المنتج ده عن اي منتج تاني. انا جربت فاين بيبي برضو مش وحش، اللي هو الاصدار القديم، انا ما جربتش الاصدار الجديد بتاعه، بس فاين بيبي برضو مش وحش. بس انا بالنسبة لي اللي هو البانتس كان بالنسبة لي افضل. فجربت فاين بيبي وجربت بيبي جوي وجربت بي بيم وجربت بامبرز اللي هو بريميوم كير، وجربت بامبرز بزيت الزيتون. جربت بصراحة تقريبا اغلبية المنتجات وحبيت ان انا اجربها واشوف ايه اللي ينفع مع ابني عشان استقر على منتج معين. واستقريت اخر حاجه على مولفيكس. سواء انت بتستخدمي مولفيكس او بتستخدمي منتج تاني، فده بيرجع لبشره ابنك وان الدايبر مناسب لحجمه، ويعني وان المقاس كويس معاكي ومش بيسرب وكل حاجه. بس انا مولفيكس بالنسبه لي بصراحه كويس، وناس كتير بتشكر فيه، وفي ناس تقول لك لا مولفيكس ده مش حلو. بس خلينا نقول للناس اللي هي بتستخدم مولفيكس، او نصيحه مني انا للناس اللي بتستخدم مولفيكس، مولفيكس يا جماعه والله يعني كمنتج هو كويس جدا، مش يعني مش وحش. وبالنسبه برضو لسعره هو ما يعتبرش رخيص طبعا، ولا يعتبر يعني غالي قوي زي بامبرز اللي هو البريميوم كير. فهو يعتبر سعره يعني معقول. الباكت اللي هو مقاس 5، هما طبعا عندي هنا مقاس 5 ده بيعملوا منه عموما باكتات، بيعملوا منه باكت صغير 58 قطعة، وبيعملوا باكت 72 قطعة. في مقاس 4 بيبقى 80 قطعة. أنا دايما كنت بحب أجيب اللي هو الباكت الكبير اللي هو 80 قطعة، سواء مقاس 3 أو مقاس 4. بصراحة كان بيوفر معايا وبيقعد معايا تقريبا الشهر أو الشهر إلا مثلا 3-4 أيام، وساعات على حسب الاستخدام طبعا وعلى حسب يعني عدد المرات اللي ابني بيستخدمه فيها. فساعات بيقعد معايا وساعات بيبقى قبل الشهر بشويه. بس عموما هو يعني مقاس 5 اللي هم ال 72 قطعه تقريبا بيقعد معايا الشهر يعني. فانا بجيبه اول الشهر، يعني بجيبه وخلاص بريح دماغي بقى ان انا طول الشهر بستخدم. غير اللي هو ال 60 قطعه طبعا، كده كده اي حاجه 60 قطعه او اقل من 60 قطعه، في اللي هو البامبرز اللي هو بزيت الزيتون ده، هو طبعا داخل المقاطعه. بس هو يعني ما كانش يعني انا جربته وما كملش معايا، ما كملش معايا الشهر. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم عن المولفيكس. بما اني اتكلمت عن المولفيكس، ده الاصدار القديم تمام اهو اللي هو على الشكل ده، وده الاصدار الجديد. الاصدار القديم ده هتلاقوه يعني في كل ستورز وكل الاماكن الموجوده حاليا هتلاقوا الاصدار القديم ده خلاص. يعني اللي هو لو موجود كميات مثلا منه هتخلص، هيبقى كله دلوقتي هو الاصدار الجديد ده. هي اكيد مولفيكس لما بدلت من اصدار قديم لاصدار جديد، هي اكيد الحاجه الجديده هتبقى احسن، ان هي عملت اكيد تقنيه جديده مثلا في الدايبر يعني احسن للاطفال. طيب انا يعني عيوبي بالنسبه للمولفيكس ده، هو القديم هو اكتر حاجه بصراحه كانت وحشه فيه ان هو بيكلكع، ولما بيطول قوي على البيبي بيغير ريحته. يعني ريحته بتغير، يعني ريحه اليورين كده بتبقى جامده شويه وبيبقى ريحته متغيره. تمام. ده اكتر حاجه بالنسبه لي، ده اكتر عيب. بس انا ما كنتش بطوله عليه قوي يعني، فبالنسبه لي يعني كنت بتفادى الحته دي. ده شكله من جوه. تمام. ده شكله من جوه. تمام. هو بصراحة يعني أنا بالنسبة لي هو كويس. هو أنا لما بستخدمه لابني يعني بعد الاستخدام بقطعه طبعا من الجنبين، من هنا بشد دي كده تمام، من هنا أو من هنا بشدها كده وبقطعها، وبعدين ببدأ ان انا الفه واستخدم اللي هو شريط المخلفات كده وبقفله. تمام. طيب ده الشكل القديم. يعني انا بقول لكم ايه اكتر عيب قابلته في الشكل القديم، هو ان هو ريحته بتغير مع ان هو يبقى قاعد عليه فتره طويله، او لو مثلا بس يعني عشان نتفادى الحته دي غيريه قبل ما ينام بالليل، واول ما بيصحى يعني طبعا تغيروه له على طول. تمام.
وموضوع الكلكعه برضو لو قعد كتير اليورين بيبقى بيتركز فيه وبيعمل كلكعه. طيب بالنسبه للشكل الجديد، الشكل الجديد ده انا حاسه ان هو سوفت اكتر، يعني ناعم اكتر، وحاسه ان هو برضو يعني كويس. انا جربته، انا فتحته طبعا فجربته قبل ما انا اعمل عنه ريفيو، يعني فاتحه العلبه وكنت مستخدماها، وهو اللي شجعني ان انا اعمل عنه ريفيو ان في ناس كتير قالت على الفيسبوك وفي جروب الماميز ان هو مش احسن حاجه ومش زي الاصدار القديم. فبصراحه لا، انا حسيت ان هو مختلف وان هو فعلا احسن من الاصدار. كفايه ان هو اصلا ناعم خالص حتى من جوه، بصوا تمام، حتى من جوه يعني حاسه ان هو ناعم عن كمان الاصدار القديم. بصوا ده من ده هنا ناعم اكتر، تمام. بصوا هو شكله مضلع شويه بس هو ناعم اكتر. هما قايلين ان فيه طبعا قوه امتصاص اعلى، وحاسه ان القطن برضو فيه اقل، بس هو يعني انا استخدمته يعني من بالليل برضو للصبح، هو ما سربش ولا اي حاجه مع ابني، وبصراحه كان كويس. والمقاس بتاعه برضو في نفس الوقت، والمقاس بتاعه مقارنة بده تحس ان هو ده رقم 5 وده رقم 5 اهو زي ما موجودين قدامكم، ده رقم 5 اهو وده 5. فهنا لو حطينا الاتنين على بعض لا ده باين ان هو اكبر، بيمتلك البيبي كده، يعني بيخليه كده محوط عليه اكتر. فانا حاسة بصراحة ان الجديد افضل بالنسبة لي، الجديد افضل طبعا بالنسبه لي. انا حبيت الجديد وما عنديش اي مشكله فيه، وكنت خايفه الاول اجربه بسبب الكومنتات السيئه عليه، بس هو طبعا ما فيش مجال غير ان انا اجربه، لان القديم خلاص ما بقاش موجود اصلا في الستور اللي انا بجيب منه. عموما انا بجيبه من فتح الله او بجيبه من كارفور، بس كارفور دلوقتي طبعا برضو هو فيه مقاطعه، فانا بجيبه من فتح الله يعني تقريبا ب 320 وساعات ب 360 او 365 على حسب الاوفر الموجود في الوقت ده. هو برضو عيب تاني بالنسبه لي ان هو بصوا كده اللي هو يعني هنا 70 حفاضه وهنا 72 حفاضه، ده برضو بالنسبه لي عيب ان هو بيقلل لي عدد الحفاضات. تمام، انا كنت بستخدم الاول 80 حفاضه في الباكت، دلوقتي العدد الحفاضات نفسها قلت. تمام، انا بالنسبه لي زي ما انا قلت لكم، يعني زي ما قلت لكم كده الشكل ده بالنسبه لي هو الافضل، يعني الافضل من القديم، وما عنديش مشكله ان انا اكمل عليه واجربه. هقول لكم برضو ان الدايبر عموما بيختلف من طفل للتاني، يعني انا ممكن يبقى معايا مولفكس كويس، ممكن يكون معاكي مش حلو. مش معنى ان انا يبقى معايا مولفكس كويس ان هو يبقى معاكي برضو حلو او مع ابنك حلو. كل طفل بيختلف عن التاني وبشرة كل طفل بتختلف عن التاني، فالمنتج الحلو اللي بالنسبه لك اللي ما يجيبش مع ابنك حساسيه في منطقه الحفاض ده المنتج اللي انت تستخدميه. و انا بصراحه برشح لكم مولفكس ان انتوا تجربوه، يعني لاني استخدمته لابني. مولفكس كويس وفاين بيبي كويس وبيبي جوي معقول، كل حاجه على حسب الطفل نفسها. جربي كذا منتج لغايه لما تثبتي على منتج واحد. الجديد ده هم بيقولوا ان هو فيه قنوات حمايه زياده، بصوا كده قنوات الحمايه وامتصاص 3 مرات اكتر واسرع، 3 مرات اسرع، وفي طبقات قابله للتنفس ومانع للتكتل. وطبعا هو ريحه البكتيريا ما بتبقاش نشطه فيه يعني، بس لو كذا بتستخدم مولفكس فكذا حد اشتكى برضو من القصه دي، ان هو بيعمل بكتيريا شويه لما بيطول على البيبي. تمام، بس انا بالنسبه لي الحاجات دي كلها انا بتلافاها بان انا ما بطولش الحفاض على ابني، وبغيره له على طول. ده كل تقريبا معلومات عن مولفكس ومقارنته الجديد بالقديم، وبرضو رأيي فيه، ويا ريت ان انا اكون فدتكم بالفيديو ده. ولو جربتوا نوع كويس اكتبوا لي في الكومنتات ان هو كويس معاكم، واكتبوا لي رأيكم. وميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت ان انا اكون فدتكم، وباي باي.